لو لسه بتحتاري في وصفات كل يوم ويا ترى هتاكلوا ايه بكرة يقولولك اي حاجة، معايا انسي الحيرة والتفكير. بنعمل مع بعض كل يوم سبت منيو الاكلات، سفرة كاملة ل7 ايام، علشان ولا تفكري ولا تحتاري، عليكي بس تختاري. المنيو بتاع النهاردة اكلات لذيذة متنوعة، تعمليها بسرعة وتحضريها كده من قبلها بيوم او في اي وقت، طبعا علشان خلاص دخلنا على المدارس. ولو انتي بتشتغلي هتنفعك جدا. حطي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة لو أول مرة بتشوفيني، وفعلي الجرس على الكل علشان يوصلك كل جديد. هنشرح شرح سريع للوصفات، وكل اللينكات أو الروابط بتاعة الفيديوهات دي هسيبلك اللينك بتاعها في أول كومنت مثبت. عملناها مع بعض قبل كده على قناتنا فكرة وطبخة مع إيمي. نبدأ معانا بأول يوم في الأسبوع، وصفة تشيكن بوب كورن يا جماعة، خطيرة جدا. شايفين ما شاء الله الكمية دي كلها بصدر فرخة واحد، حوالي 600-700 جرام. جبته بقى وبدأت ان انا اقطعه صوابع، ومن الصوابع قطعته له مكعبات بالحجم اللي انتوا شايفينه ده. وهبدأ ان انا اتبله. معايا كوباية من الزبادي، واحط بقى الملح، الفلفل الاسود، رشة الزعتر، رشة بابريكا. حطي توابل فراخ وقلبي كله مع بعض مع معلقة من الخل، وسيبيها تتبل بقى اقل حاجة 3-4 ساعات. وتعالي نحضر الكفر الخارجي المقرمش الحلو ده. جبت معايا طبق فيه دقيق وطبق فيه ميه، والطبق اللي فيه دقيق بدأت ان انا ابهره بنفس التتبيله اللي تبلت بيها الفراخ. هبدأ دلوقتي ان انا احط معايا الفراخ في الدقيق واغلفها كويس جدا، وانزلها في الميه 3 ثواني. اطلعها مره تانية على الطبق اللي فيه دقيق، وانفضها كده في الدقيق كويس جدا. بعد كده على الزيت السخن على طول على نار متوسطه لغايه ما تقرمش وتستوي معايا. خطيرة جدا مع رز بقى، ريزو، رز مبهر، بسمتي، اي حاجة انت حباها، في سندوتشات، مع مكرونة كده بالصلصة، بجد خطيرة. وما شاء الله بترمي كمية حلوة قوي. ونيجي معانا لتاني يوم في الاسبوع، لو لسه بتعملي السمك البلطي بالطريقة العادية ويشرب منك زيت ويطلع طري ومش مقرمش، يبقى الفيديو بقى بدل ليكي. هاتي بقى معاكي السمك البلطي، نضفيه كويس بطريقتك العادية وكمان اغسليه. وتعالي نحضر له التتبيلة. في الكبة كده حطي توم، حباية من الفلفل الأحمر أو الأخضر أو حتى فلفل حامي. حطي بقى عصير ليمونة، شوية من الخل، تبليهم بملح وفلفل اسود رشة بسيطة وكمان كمون. حطي معاكي كمان رشة من البابريكا وشوية صغيرين من الكركم، والكزبرة والكمون طبعا أساسية في تتبيلة السمك. هضرب كله مع بعض كويس قوي، وتبل السمك كده كويس قوي من بره ومن البطن، وسيبيه يطعم شوية. وحضري معاكي بقى التلحيسة اللي المطاعم الكبيرة كلها بتشتغل بيها. هبدأ ان انا اخد كوباية من الدقيق، نص كوباية من النشا، واخففهم معايا بالمية، واكون حاطة عليهم نفس التتبيلة بتاعت السمك، الملح والفلفل الاسود والكمون وشوية الكركم والبابريكا، واقلبهم بقى لغاية ما القوام بتاعهم يكون كده زي خليط الكيك او الكريب شوية. احط السمك واغلفه بالدقيق كويس جدا. بعد كده في خليط التلحيسة وعلى الزيت على طول. مش قادرة اقولك بقى، اقليه على نار متوسطة وشوفي القرمشة. قرمشة هتقعد معاكي لتاني يوم، بجد رهيبة، مع شوية سلطة بلدي وشوية رز كده صيادية وبألف هنا. طب بما اننا عاملين سمك، تعالي نعمل لهم تحلية باردة ونودع بقى موسم المانجا. حضري معاكي مكعبات من المانجا وقطعيها كده مكعبات تكون متماسكة شوية. استخدمت المانجا النعومي، بتعمل معايا مكعبات حلوة قوي. وجبت معايا بقى نص لتر من الحليب، حطيت فيه باكو من الكريم كراميل، حطي له معلقتين من النشا، حطي معلقتين كمان من السكر، وقلبيهم كويس جدا على البارد وارفعيهم على النار. الكوباية بقى بتاعتك حطي فيها مكعبات المانجا، عايزة تضيفي كمان قطعة من البسكوت مفيش مشكلة، وانزلي عليهم بخليط الكريم كراميل. وعلى الوش حطي مكعبات مانجا وشوية كده من جيلي المانجا، اعمليه بالطريقة المكتوبة على العبوة. وحطي التحلية الباردة دي في التلاجة. مش قادرة اوصفلك الطعامة بتاعتها، خطيرة كده وبتبظ مانجا من كل حتة. طب لو عندك لفة جلاش بقى في الفريزر وخلاص غضبانين عليها كده ومش عارفين تعملوا بيها ايه، هاتيها وتعالي اعملي لهم بيها الفطير الحلو ده او صاروخ الفطاطري. الواحدة بتتباع غالية جدا في محلات الفطير. بلفة جلاش عملت معايا 4 كده، حجم عائلي وبأي حشوة متوفرة عندك. ممكن تعملي بالفراخ، باللحمة، ببرجر، بشاورما. ممكن تعمليها بلانشون بخضار بس، المتوفر عندك استخدميه. جبت كده كل تقريبا 3 ورقات من الجلاش، وورقتهم بالسمنة او الزبدة كده متدوبة. وهبدأ ان انا احط بقى في النص الحشوة بتاعتي، شوية جبنة موتزاريلا، حطي زيتون، فلفل، طماطم. كان عندي برجر حمرته وبدأت ان انا احط حشوة كده في النص، والف بقى على هيئة رول واحطهم عندي في الصاجة كده،
وعلى الوش حطيت جبنة موتزاريلا وشوية فلفل ألوان وزيتون، ودخلي كل ده الفرن. الجلاش بقى يستوي ويورق والحشوة جواه خطيرة، وشوفولي يا جماعة طعمه، مش قادرة اوصف لكم الميكس كده بين الفطير الشرقي والبيتزا، بجد خطيرة جدا جدا. وما شاء الله بتكون غدا مع شوية بطاطس محمرة حلوة قوي. طب تعالوا بقى الأكلة دي بجد من ساعة ما الوصفة دي طلعت ترند وأنا ما بطلتش أعملها، المكرونة الخطيرة جدا بتاعت السيدة زينب، المكرونة بالصلصة الحرشة كده، بجد طبق يتاكل حاف لوحده. اسلقي أي نوع مكرونة انت حباها، الأساس بتاعها سباجيتي كده مع المكرونة العقل الصغيرة خالص. هبدأ كمان بقى بعد ما سلقتها نحضر الصلصة. جبت معايا طاسة على النار وحمرت فيها شرايح كده من البصل اللي انا مقطعاها، وغلفتها بشوية من الدقيق علشان تقرمش معايا زي بصلة الكشري. شيلي البصل بقى وخليه على جنب، وفي نفس الزيت حطي معاكي معلقتين من السكر يتكرملوا، وانزلي عليهم بمعلقتين من صلصة الطماطم الجاهزة، بعد كده عصير الطماطم. وخلي بقى كل ده يغلي ويتسبك قوي مع بعض. حطي ملح فلفل اسود، حطي بابريكا، حطي اي توابل انت حباها، معلقه توابل كده من توابل اللحمه هتديلها طعم حلو قوي. بعد كده البصله اللي احنا قرمشناها في الاول افركيها وكسريها كويس قوي كده بايدك او في الكبه، وحطيها على الصلصه دي، هتقل القوام بقى وتديلها طعم مش قادره اوصفلك. حضرنا معاها كمان الدقه والشطه والخل الثوم، كل حاجة انتي محتاجاها في طبق المكرونة ده. ممكن تسلقي جنبه كده بيض او تحمري بطاطس مع شوية ترشي وبألف هنا. بالنسبة لي كده بقت وصفة موفرة عن الكشري والرز والعدس والحمص ومكونات كتير بتاعة الكشري، تديني نفس احساس الكشري كده وطعمها خطير. طب ما تيجي ندلعهم كده بوصفة فراخ خطيرة جدا، ورقة فراخ كده بالخضار طعمها من الاخر. هاتي الفرخة اغسليها كويس واقسميها عندك نصين بالطول بالشكل اللي انت شايفاه ده، وتبليها كده ببصلايه وطماطميه مبشورين مع ملح وفلفل اسود ورشه قرفه ورشه حبهان كده مطحون، وخلي الفراخ على جنب. وحضري معاكي بقى بايركس او صينيه غلفيها بورق فويل وورق زبده، وقطعي بقى معاكي الخضار. انا قطعت عندي شرايح من البطاطس والطماطم والبصل وكمان الفلفل. حطي بقى معاكي عليهم معلقه من الصلصه وغلفي كل ده مع بعض، وحطي معاهم ملح وفلفل اسود وتوابل فراخ رشه قرفه. هاتي الفراخ بقى اللي انتي متبلاها وحطيها معاكي على الخضار اللي اتبل كمان. قفلي كل ده بقى بورق زبدة وورق فويل ودخليها على فرن على درجة حرارة 200. هتاخد وتدي مع نفسها ساعة وربع، ساعة ونص كده حسب حجم الفراخ بتاعتك، وطلعيها وشوفي الذوبان والجمال مش قادرة اوصفلكوا، رهيبة جدا جدا. فراخ حاجة كده دايبة زبدة ومشوية، الخضار مشوي تحتها، طعمها رهيب، مع شوية رز أبيض أو رز بشعرية وبألف هنا. طب لو عندك نص كيلو من اللحمة المفرومة تعالي نعمل لهم أكلة رهيبة تتاكل بالعيش مع مكرونة مع رز كده اللي انتي حباه. جبت معايا نص كيلو من اللحمة المفرومة حطيته في طبق، وعلى الكبة بقى حطيت معايا حباية كده متوسطة من البصل، ربع كوباية من البقدونس، ممكن حزمة كده تقريبا لأن الوقت بقت قليلة قوي الحزمة. هحط كمان معايا فصين من الثوم، حباية من الفلفل الأخضر، نص حباية من الفلفل الرومي الأحمر، فصين من الثوم. أفرم كل ده مع بعض وأنزلهم على اللحمة المفرومة، واحط معايا بقى معلقتين كبار من البقسماط، ملح فلفل اسود توابل لحمه، رشه قرفه، وعجنها كلها كويس مع رشه كده من البيكنج باودر، عجينه الكفته المشويه. هاتي صينيه غلفيها بالزيت وحطي فيها بقى العجينه دي كويس جدا، وعلى الوش كده حضرت معايا حبايه من البصل والطماطم والفلفل، قطعتهم شرايح رفيعه ودعكتهم بملح وفلفل اسود وتوابل لحمه، وحطيتهم معايا على الوش كده بتاع قرص الكفتة اللي احنا عملناه، ودخلتها الفرن. هتتشوي بقى وتاخد وتدي مع نفسها وتبقى رهيبة. ممكن كمان دلعيها بشوية جبنة موتزاريلا على الوش، مفيش مشكلة. عملت معاها شوية مكرونة كده بالوايت صوص كانوا تحفة، أكلة كده لايقة مع بعض وطعمها حلو قوي، مش محتاجة أعمل أي خضار ولا سلطة، الكفتة فيها كل حاجة وشوية الخضار اللي فوق ممكن تغمسيها كمان بالعيش وحمري جنبها شوية بطاطس، هتكون حلوة قوي، أو طبق سلطة. طب تعالي بقى معايا بصدر فرخة نعمل لهم وجبة كده بجد عائلية. جبت صدر فرخة وقطعته مكعبات بالشكل ده، وهنحضر معانا طاجن شيش طاووق بالبطاطس، حاجة يا جماعة رهيبة واقتصادية وتكفي من الحبايب 100 كمان. قطعت معايا بقى مكعبات من البصل والفلفل الالوان والطماطم، كانك بتحضري شيش طاووق بالظبط. وكمان نتبل معانا الفراخ بتتبيله شيش طاووق او توابل فراخ. حطي كمان ملح وفلفل اسود، معلقه زيت، تبليها زي ما انتي حابه، واديلها صدمه كده في طاسه على النار، وطلعي الفراخ على جنب، وفي نفس الطاسه شوحي معاكي
الفلفل والطماطم والبصل والبطاطس، كله اديله تشويحة سريعة كده، وحطي عليهم معلقة صلصة بالفراخ على الخضار، كله ياخد غلوة كده سريعة على النار، وحطيهم في طاجن وعلى الفرن على طول كده، وغطي الطاجن حوالي نص ساعة، وهيكون معاكي حاجة زبدة مع شوية رز بشعرية ممكن تغمسيه بالعيش. طاجن خطير ومشبع جدا. اتمنى المنيو ان شاء الله النهاردة يعجبكم. ما تنسوش حبايبي لايك للفيديو واشتراك ومتابعة، وانتظروني في فيديو جديد. مع السلامة.